الناس اللي بتحسسك الأحاسيس دي لازم تبعد عنها. الشخص اللي دايما شايفك تافه، الشخص اللي دايما شايف نفسه أذكى منك، الشخص اللي دايما يقلل منك، الشخص اللي دايما يشاور على عيوبك قدام الناس، الشخص اللي دايما شايف مشاكلك تافهة. الحقيقة ان أبسط قواعد الإنسانية ان أنا أدعمك حتى لو بكلمة طيبة. الحقيقة ان الأشخاص اللي طول الوقت بتعمل إسقاط على عقدهم النفسية عليك، وطول الوقت بيعملوا سبوت على، حتى لو المشاكل دي موجودة عندك، وطول الوقت بيحاولوا يعملوا سبوت على مشاكلك دي، تأكد ان الاشخاص دي ما بتحبكش، او على الاقل ما بتحبش نفسها. طول ما حد شايفك قليل ومش هتنفع ومش هتنجح ومش هتقدر، تأكد ان الشخص ده عمره ما هيجي من وراه خير. الشخص اللي بيحبك، الشخص اللي عنده إنسانية حقيقية، مش هيساعدك تكمل على ضعفك. الشخص الطبيعي المتزن المتوازن، أول حاجة هيعملها حاول يدور لك على مخرج لمشكلة عندك، مش حاول يحط لك سبوت على مشكلة عندك ويعظمها ويكبرها في دماغك لدرجة انك تلاقي نفسك محاصر مش عارف تخرج منها. الشخص اللي لازم يبقى في حياتك الشخص الواعي، الشخص الناضج، الشخص اللي عارف ان نجاحك مش هيقلله، ان فرحتك مش هتحزنه، الشخص اللي بيسعد بسعادة الناس اللي حواليه. لكن الشخص اللي طول الوقت يهزمك نفسيا هيخليك عمرك ما تعرف تتجاوز محنة ولا تتجاوز سلوك حتى مضايقك. حاولوا تنظفوا الدايرة اللي حواليك، وخصوصا الدايرة القريبة، علشان خاطر دي أكتر دايرة بتأثر في سلوكك. أنا من هيكل، ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي تتغير اللي بعدها.